انت هادية قوي، بس عشان لسه ما بقيتيش ام. جملة اتقالت لي من ولد عنده 8 سنين في احدى جلسات تعديل السلوك. كنت بسأله وبقول له: مين اكتر حد هادي عندكم في البيت؟ قال لي: مفيش. قلت له: طب مين اكتر حد هادي عرفته في حياتك؟ قال لي: انت يا دكتور. وسكت شوية وكمل وقال لي: عشان لسه ما بقيتيش ام، بس لما تبقي ام هتبقي وحش كده وتتحولي وهتقعدي تتكلمي كل حاجة بزعيق. هو كل الامهات كده. هنا وقفت لحظة وافتكرت كتاب كنت قريته الأم كانت بتوصف فيه مشاعرها. كانت بتقول: أنا كنت أم طيبة قبل ما يكون عندي أولاد، وكنت بستغرب ليه الأمهات عندها مشاكل مع أولادها، لغاية ما بقى عندي 3 مشكلات ب3 أولاد. صحيح الحياة مع أولادنا ممكن تكون متعبة ومرهقة جدا لينا، بس تفتكروا إيه اللي ممكن يحصل لو قدرنا نفهم ولادنا شعورهم بشكل صحيح ونتفهمه؟ لازم تفهموا إن كل واحد فيكم شخص مستقل وليه مشاعر مختلفة. انت غير ابنك، وان الرفض الدايم لمشاعر اولادك ممكن يشوشهم وكمان يحسسهم بالغضب والسخط الدائم، وكمان بيعلمهم ان هم يتجاهلوا مشاعرهم وما يثقوش فيها، وللاسف ممكن تحولهم من غير ما تاخد بالك لاشخاص مذبذبين اعتماديين مش واثقين في نفسهم ولا في مشاعرهم ولا في قدراتهم. فبلاش تحرم اولادك من تجربة مواجهة مشاكله ومشاعره بنفسه. افتكروا دايما ان هو شخص مستقل تماما عنكم، كل واحد في حاله، مش في حاله بمعنى في حاله، لا، بس أهم خطوة في الحل هو إنك تفهم إن في ربط مباشر ما بين مشاعر ولادنا وسلوكياتهم. لو فهمنا مشاعرهم بشكل صح، سلوكياتهم هتبقى صح. ولازم تفتكر دايما إن قوتك الحقيقية في إنك تقبل مشاعر ابنك وتتفهمها، مش إنك تسكته. يعني لما يجي يقولك: أنا ما بحبش أخويا، أنا بكرهه، ما تحطش أنت التاتش بتاعك وتقوله: لا، ولد أخوك، أنت بتقول كده بنور قلبك. او لما يجي يقولك: انا زعلان جدا من جده، انا فعلا غضبان منه، ما تحطش انت التاتش بتاعك لتاني مره على التوالي وتقوله: ولد عيب، ده جده، محدش بيزعل من جده. ومش قصدي ان احنا نزعل من جده، بس اللي انا اقصده ان المشاعر ما فيهاش صح او غلط. المشاعر لا تناقش، المشاعر نقر بيها زي ما هي، زي ما بيقولها لي بالظبط، لانها شعور حقيقي. زي ما بقولك، شعور حقيقي هو حاسه فعلا. طبعا هنا سؤال هيجي يطرح نفسه وتقولي لي: خلاص انا فهمتك، بس انا دلوقتي مش فاهمه يعني اعمل ايه؟ هعلمك 5 خطوات تعرفي بيهم ازاي تتقبلي مشاعر ابنك، بس هنعرفهم مع بعض الحلقه الجايه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. اشوفكم الحلقه الجايه.